على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دوغما، مش عارف هقدر أوصل الفكرة اللي في ذهني دي ولا مش هقدر، بس هقول لكم على فكرة. أوقات يبقى الواحد مقتنع جدا بوصية كتابية وحاسس بجمالها وفرحان بيها، بس لما بيجي الموقف اللي محتاج تطبيق الوصية دي على أرض الواقع، الشخص ده مش بينفذها ومش بيكون واخد باله أصلا إن هو ده الموقف العملي اللي يتطبق فيه الوصية دي. مثلا حد يكون مؤمن جدا بالخروج عن الذات والتوجه نحو خدمة الآخر، وأن العطاء مغبوط أكثر من الأخذ، زي ما قال في أعمال 20:35: في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لكن في الحقيقة لما بيجي الموقف نفسه ما بنطبقش الوصية دي. فمثلا ولد يقول لأخته: اعملي لي كوباية شاي، فتقول له: اعمل لنفسك، هو انت ناقص ايد ولا ناقص رجل؟ او ام تطلب من بنتها مساعدة في شغل البيت فتقول لها تعبانة. وكأن الواحد عاوز موقف كبير وواضح كده قوي علشان يطبق الوصية بتاعة العطاء، مع ان المواقف الصغيرة زي جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني الى اخر الآية دخل الخراف الى الملكوت. تعالوا نركز اكتر ان تطبيق الوصايا متاح كل يوم وكل ساعة، يمكن مش دايما بالشكل الكلاسيك بتاع وقت كتابة الانجيل، لكن تغير شكل الحياة بيفرز مواقف يجوز الانجيل ما كتبهاش بالنص، لكن هنا يجب تطبيق المعنى او روح الوصية وليس نصها. يعني مثلا العطاء ممكن يكون انك ما تفاصلش مع ست غلبانة بتبيع شوية خضار على الرصيف، لكن تديها وبالزيادة، وهكذا. ربنا يدينا استنارة علشان تنفتح اعيننا على المواقف الخفية التي تتطلب تطبيق وصايا الكتاب المقدس. يقول كده في رومية 12:16: غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتضعين. مشت خليف كاهن، دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته، له المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.